كان في آراء كتير متضاربة عن شيكو بانزا بعد أول ماتش ليه مع الزمالك. أنا بالنسبة لي كتحليل أداء، شيكو بانزا في أول ماتش ليه مع الزمالك بيقول الآتي: بيقول إنه لعيب نشط وبيضغط بشكل كبير جدا وأجريسيف على الخصم، بس زي ما أنت شايف ماذا بعد الضغط؟ مشكلة قرار. يعني هنا حجز على كورته وعدل جسمه، وماذا بعد؟ برضه مشكلة قرار. الميزة في بانزا إنه دايما قاري اللعب، علشان كده دايما هتلاقي ان الباص اللي من فيس تاتش متوجه ودقته مناسبه جدا. هنا زي ما قلت لك ضغط قوي ومش بيمل حتى لو معرفش يوصل للكوره. هنا موقف 1 على 1 وبرضه مشكله قرار. هنا نزل استلم وعمل الهاف تيرن ولف جسمه وعمل سكان واستكشف المساحة، كل حاجة بيرفكت في الهجمة، ولكن في النهاية برضه مشكلة قرار. شيكو بانزا وينج مميز جدا، وبالمناسبة الزمالك هيستفاد منه أقصى استفادة في الموسم الحالي، ولكن من خلال قرايتي ليه انا شايف انه وينج مساحات اكتر. كل ما المساحه تضيق عليه كل ما هتلاقي ان شيكو بانزا اختفى.